فجر أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالكاميروني عيسى حياتو من رئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كافن وذ الكلف بعدما ظل محتفظا بالمنصب لمدى 29 عاما لم يتمكن خلالها أحد من الإطاحة به لنفوذه وعلاقاته بالاتحاد الدولي للعبة فيفا. وتطرق الإعلامي الفرنسي باتريك جيارة للاتحادات الإفريقية التي قادت الانقلاب ضد الكاميروني والتي قررت منح أصواتها لأحمد من أجل التخلص من حياته الذي حكم قبضته على السيف وسير أموره على هواه بصرف النظر عن مصالح هذه الاتحادات، حيث أكد الإعلامي ذاته أن المغرب كان أحدى هذه الاتحادات التي خططت للإطاحة بحياته. وكشف الإعلامي المتخصص في الكرة الإفريقية عن أسماء الاتحادات التي قادت الانقلاب على حياته الذي لم يعد يرغب فيه جياني أنفانتينو رئيس الفيفا، إذ لعب السويسري دورا كبيرا في إزاحة صاحب 70 عاما من خلال دعمه الواضح لرئيس اتحاد مدغشقر وإيصاله رسالة للجميع بأن حياته لم يعد مرغوبا فيه على المستوى الدولي، وهو ما دفع 14 اتحادا من إفريقيا الجنوبية كوسافا إلى الإطاحة بالكاميروني إلى جانب المغرب وغانا، نيجيريا، السنغال وتونس. وشهدت الجمعية العمومية للسيف حدثا بارزا، حيث قام اليوم هذا الأخير بعرض خريطة المغرب كاملة بعدما كان يتم عرضها مبتورة في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يوضح أن العلاقات المغربية بالاتحاد القاري تم تصحيحها وعادت إلى سابق عهدها.